الشعب اليمني ألا يفكر أن يعيش كباقي الشعوب في الدول، مثلًا العيش في ناطحات سحاب، سيارات فارهة، في الملاهي، في أبراج، يعني ألا يشعر الشعب اليمني نفسه أنه محروم من هذه الأشياء؟ الدول الأوروبية، المسابح، المطاعم، المصانع. بالنسبة لليمن نحن أول من عشنا ناطحات سحاب في العالم منذ مئات السنين طبعا، يعني هذا ليس بخفي على أحد. لكن نحن لم نخلق لنعيش للأسف للرفاهية، للأكل والنوم والشرب والترفيه. لو كان هذا بحق كان الأنبياء والأوصياء الأولياء هم أحق أن يعيشوا الرفاهية. نحن خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة الحقيقية هي التي تنطلق لنصرة المظلومين، لنصرة الحق. هذه هي الرفاهية التي نحن نعيش. عندما نعيش عزة مواجهة الاستكبار، هذا لا يشعر به هؤلاء أصحاب ناطحات السحاب وغيرهم. لا يمكن أن تقاس ما نعيشه اليوم وما نشعر به من عزة وكرامة وشموخ بما يعيشونه هم. هذه الرفاهية التي تتحدث عنها هي شكلية، ولكن الرفاهية الحقيقية هي عندما ترتبط بخالق هذا الكون وتؤدي تكليفك وتتحرك من هذا المنطلق. شاهد الطمأنينة اليوم لدى أبناء الشعب اليمني تحت القصف، ورغم ذلك لم يؤثر فيهم، لم تتحرك لهم شعر، بل أنهم الشعب الوحيد الذي يخرج ويفرح لأنه قصف نصرة لفلسطين، لأنه يشعر أنه كما الشعب الفلسطيني يقصف نحن نقصف، ليس حبا بالقصف وإنما حبا بأداء التكليف ونصرة المستضعفين. فهذه الرفاهية التي الأمريكي يحاول أن يجعلها جنة وأن يجعلها للعالم أنها هي غاية ما يطمح له، نحن نعيشها ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة مميزة، بالطريقة اليمنية الإسلامية، بطريقة أهل الحكمة والإيمان. وهذا ما يميز اليمن عن كثير من هذه الشعوب. ما ميزنا هو تحركنا الصادق والجاد نصرة للحق ونصرة فلسطين. أما هذه الرفاهية هي زائلة. كم سيترفه 10 سنوات، 20 30، وبعدها ماذا سيجيب رب العالمين؟ ساندنا أهل فلسطين بالمراقص، ساندناهم بالمسابح، بالترفيه، ماذا سيكون جوابه؟ بينما نحن توكلنا على الله وتحركنا وأدينا التكليف، فكان لنا ما نريد وكان لهم ما لا يريدوا، لأن هذه الرفاهية زائلة. ونحن رفاهيتنا الحقيقية والتي يجب على الإنسان أن يتحرك فيها هو نصرة للحق ونصرة المستضعفين.